أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. لو عرفتي من يطلبك ما زهدت الزواج. أخي سليمان يلح علي في زواجك به، فماذا تقولين؟ سليمان يطلبني؟ بعدما ماتت زوجته ما تعلق بامرأة غيرك. ليتني أستطيع أن أجيبه. سليمان ليس فيه ما يعاب، هو ابن عم زوجك إدريس وتعرفين كل شيء عنه. أنا لا أعيبه في شيء، ولكني وسيكون مهره 300 درهم، وسيوفر لك المعاش الرغد بدلا من التقشف والمعاناة. لو أن الأمر يخصني وحدي ربما فكرت، لكن الشافعي ولدي يهمني أكثر مما تهمني نفسي. من أدراك أن الشافعي يرفض زواجك؟ إنه يحب عمه سليمان ويتحدث عنه كأنه أبوه. الشافعي مرهف الحس، لن يكون الأمر سهلا عليه. يا وائلة، ألا تفكرين في نفسك؟ سرعان ما تمر السنون ويكبر الشافعي ويتزوج، وربما يرحل مع زوجته بعد مكة وتجدين نفسك وحيدة. إنها فرصتك فلا تضيعيها. لا أخبرك بشيء، دعي لي وقتا للنظر في الأمر. تكفيك الليلة، وغدا في الصباح أسمع ردك بالقبول. سعدت مساء. صاحبتك السلامة يا عائشة. شافعي، ألم تنم بعد يا ولدي؟ تزوجي يا أمان، تزوجي يا عمي سليمان، هو رجل صالح. أنا أول من يبارك هذا الزواج ويفرح به. أتحب عمك سليمان إلى هذه الدرجة؟ أتريده عوضا عن أبيك؟ ليس أمري الذي يهمني، بل أمرك. أنت بحاجة إلى من يخفف عنك أعباء المعاش. ما شكوت ذلك أبدا ولا أشكو. الحال يتحدث بغير شكوى. تزوجي يا أمان، أنا أول من يفرح لك. أتبكي يا شافعي؟ أتبكي يا ولدي؟ امسح دموعك يا شافعي، سأبقى لك وحدك، لن يأخذني منك أحد. لا يا أمان، البكاء غلبني من الفرح. شافعي، لا تغالط، أنا أمك التي تعرفك. صدقيني يا أمان، صدقيني. يا ولدي، لو أن هذا الزواج جمع لي بهجة الدنيا ونعيمها لما قبلته. لا شيء عندي يساوي دمعة من عينيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله أيها الشيخ. مني ومنك يا أمي. تقولين شيخ يا أمه. ما زال الوقت مبكرا على ذلك يا أمي. أنت شيخ بعلمك لا بسنك. أما حفظت كتاب الله كاملا وحفظت موطأ مالك؟ وما جدوى الحفظ بدون فهم؟ قليل تحفظه وتفهمه خير من كثير تردده بغير فهم. لما تقول ذلك يا شافعي؟ جلسنا بعد الدرس نتحدث في تفسير بعض آيات كتاب الله، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أخطأت في فهم هذه الآية لأني لم أعرف معنى كلمة قروء. هي كلمة ليست دارجة وأغلبنا لا يعرف معناها. ليس هذا بعذر يا أمي. من لا يعرف العربية لا يحسن فهم كتاب الله. أنت لا تحسن العربية؟ لعلك تتكلم الفارسية وأنا لا أعرف. ليست العربية يا أمي الكلمات الدارجة التي نستخدمها، فهناك كثير من الألفاظ التي لا تجري على الألسن ولكنها من صميم اللغة، وهذا ما أوقعني في الخطأ أكثر من مرة. لا تلم نفسك يا ولدي. أخطئ في فهم كتاب الله يا أمي ولا ألوم نفسي. سوف تتعلم مع الوقت. ولم لا أتعلم على الفور يا أمي؟ أستطيع أن آخذ العربية من أربابها في البادية. البادية؟ تريد أن تهجر مكة المكرمة إلى البادية؟ ألا نتعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ أرسلته أسرته إلى بادية بني سعد مع مرضعته حليمة السعدية، فنشأ لسانه على الفصاحة الفطرية. لا أمنعك يا ولدي الرحيل حيث تريد، ولكني لا أقبل أن أتركك وحيدة في مكة يا أمي. هذا ما يمنع. لا شأن لك بي، سوف أتدبر أمري. ولم لا تذهبين معي يا أمي؟ نتجه إلى هذيل أفصح العرب، نقيم معهم وأتعلم منهم. دعني بعض الوقت في مكة أدبر أمري ثم أرحل معك حيث تريد. استعدوا يا رجال، سنواصل السفر إلى البادية عند شروق الشمس. كل الراحلين مستعدون. المرأة في خيمتها لكن ولدها غير موجود. أين ذهب؟ لقد صلى معنا الفجر. لابد أنه قريب من هنا، سأبحث عنه. أسرع، ليس لدينا وقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا ونحن نستعد للرحيل. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بل واصل قراءتك. ما سمعت كتاب الله كما سمعته منك. الحمد لله الحمد لله. أنت تفسر معاني الكلمات من خلال الأداء المبدع. بارك الله لنا فيك. الحمد لله الحمد لله. أدعو الله أن نكون من الذين قال الله فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صدق الله العظيم. أنشدنا يا أبا صخر بعض شعرك. أترغبون السماع في الوصف أو الحماسة أو الفخر؟ بل نسمع في الغزل. هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى، وزرتك حتى قيل ليس له صبر. تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وينبت في أغصانها الورق الخضر. الله، ما أجمل ما تقول. زدنا يا أبا صخر. فليكن ذلك غدا. حان الوقت لأرعى إبلي التي تركتها وراء هذا السهل. نحن أولى بك من الإبل يا أبا صخر. سوف أبعث إليكم من ينشدكم ما تطلبون من شعري. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. جميل هذا المعنى. من قائل هذا البيت يا شافعي؟ خطر على بالي فنطقت به. بهذه السرعة؟ من عاش للقوم صار منهم. بارك الله لك. سوف أرسل ولدي عبد الرحمن لينشدكم بعضا من شعري، إنه يحفظ الكثير منه. وأنا كذلك أحفظه. تحفظ شعري؟ وأحفظ أيضا شعر أبي ذؤيب وشعر عبد الله بن عتبة. ومتى كان ذلك كله؟ الحمد لله الحمد لله. لا أسمع شيئا ثم أنساه. ما أظنكم بحاجة إلى ولدي. عندكم الشافعي ينشدكم ما تريدون من شعري. ما بك يا محمد؟ لم تنم كما ينبغي يا شافعي يا ولدي. أحسست بك طوال الليل. لا شيء يا أماه، إنما كنت أرتب في ذهني بعض أشعار العرب ونوادرهم وأخبارهم.
ولدي، ألا يكفيك النهار كله؟ أردت أن أعد نفسي للقاء اليوم. سوف يزورون الأصمعي. الأصمعي؟ ألا تعرفينه يا أمه؟ أسمع به، لكني لا أعرف الكثير عنه. هو أعلم هذا الزمان بالعربية وعلومها يا أمي، ويعرف من اللغة والنحو ما لا يعرفه غيره، ويحفظ من الشعر ونوادر العرب وحكايتهم ما لا تتسع له الصحف والرقاع. جاء من العراق للحج، ثم أراد الخروج للبادية للقاء هزيل، يطرح ما عنده ويعرف ما عندهم. وما شأنك يا محمد بهذا كله؟ طلبت مني هذيل أن أجالسه معهم، وأخشى أن يحاورني فأخيب ظنه. لقد وضعوا ثقتهم في موضعها، فما من شيء تعنى به إلا أتقنته وأحسنته. تقولون إن أبا نؤيم هو أشعر الهذيليين، أليس كذلك؟ هو من فحول الشعراء يا أصمعي. هل بينكم من يسمعني شيئا من شعره؟ سمعت كثيرا من شعره، ولكني أحسن السماع ولا أحسن الحفظ. هناك قصيدة شهيرة له تمثل بأحد أبياتها معاوية وهو على فراش الموت، ولكني لا أذكر الآن. أنا أذكرها يا شيخنا. أسمعنا إياها. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. أحسنت يا فتى، أحسنت. ما اسمك؟ محمد بن إدريس الشافعي. أتحفظ شيئا من القصيدة التي حوت هذا البيت؟ أحفظها كلها. وددت لو تسمعنا إياها. من المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ما أروعك يا شافعي، جعلت الأصمعي يقيم بيننا بضعة أيام تصوب له ما يعرف من أشعار وأخبار، بل وتراجعه في قواعد اللغة والنحو. كيف لك ذلك كله؟ بالله عليكم لا تغروني في نفسي. لا نغرك، ولكننا نعجب كيف لا تضع مواهبك فيما ينفعك وينفع الناس. إن الله أعطاك سعة العلم وسداد الفكر وحكمة الرأي، فكيف لا تطلب الخير من وراء ذلك؟ أي خير تقصد؟ أقصده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أنني أحفظ كتاب الله وأحفظ موطأ مالك. وما الذي ينقصك لتتفقه في الدين؟ لقد جئت البادية أطلب العربية وعلومها، وما أحسبني أتممت ما أريد. بوسعك أن تقيم في مكة تطلب علوم الدين وتتردد على البادية تستكمل ما تحتاجه من العربية وعلومها. أخاف أن يشغلني أمران فيتوزع جهدي بينهما. بل هما أمر واحد. ألم يقل سبحانه وتعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا. صدق الله العظيم. من تحسبونه الفقيه الذي أطلب عنه العلم في الحجاز؟ لقد مات ربيعة. الإمام مالك في المدينة أطال الله عمره، وابن خالد الزنجي في مكة، ألا يكفيك واحد منهما؟ لو كانت الفرصة متاحة ذهبت إلى مصر آخذ عن الليث بن سعد. فلتبدأ بالأقرب يا شافعي قبل الأبعد، الحجاز أقرب من مصر. أحسنتم النصح، أشرتم بشيء كان في دخيلة نفسي ولم أكن أتبينه. كيف
هذا لا يكون. أستغفر الله. ما يفزعك يا شافعي؟ يفزعني ما أقرأه في هذه الصحف. هل بها خطأ في قواعد اللغة أو في أوزان الشعر؟ ليتها كذلك، لكن الخطأ في أحاديث منسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وكيف عرفت أنها خطأ؟ ومن أين جاءتك هذه الصحف؟ كانت مع رجل في الحرم المكي يقرأ فيها فاستعرتها منه. وكيف أدركت أن ما بها خطأ؟ لا تتعجل الحكم يا ولدي. ما تعجلت يا أمي، ولكني وجدت 3 أحاديث في هذه الصحف تتناقض مع الأحاديث التي أحفظها من موطئ الإمام مالك. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناقض بعضها يا شافعي. هذا ما أراه أمامي يا أمي، حديث ينهى عن شيء والآخر يحض عليه، وأكثر من ذلك حديث يناقض ما جاء في كتاب الله عز وجل. يقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف ذلك يا ولدي؟ هذا الحديث يحاسب الصغير على أخطاء أبيه. أتحسب أن هناك من يكذب على رسول الله وينسب إليه ما لم يقل؟ لا أشك في الأمر يا أمي. كيف يجرؤ أي مسلم على ذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا أمي، ليس كل المسلمين مسلمين، فالبعض دخل الإسلام رياء أو قاصدا الإفساد والتخريب، وهؤلاء لا ينبغي الغفلة عنهم. على ولي الأمر أن يأخذهم بما يستحقون من عقاب. وأنت يا شافعي عليك أن تبلغ والي مكة عن هذا الرجل الذي أعطاك الأحاديث المكذوبة. وما أدراني أن هذا الرجل ليس ضحية رجل آخر أعطاه هذه الأحاديث. سوف أبحث الأمر بنفسي على كل حال. ما رأيك يا ثعلبة؟ هذا الحديث يشجع الناس على تلاوة قرآنهم. نحن ندفعهم إلى التمسك بالدين. ما أدركت ما أعني. هذا الحديث يقول: من قرأ سورة الضحى 50 مرة غفر الله ذنوبه الكبائر والصغائر حتى ولو كانت كرمال الصحراء. وعرفت ما أقصد من وراء هذا الحديث لفهمت مرادي. ما فهمته أنك تحث المسلمين على التقوى. ذلك ظاهر الأمر فقط، نستر به زيف الحديث، ولكن الباطن يختلف. لا أفهم ما تقصد. هذا الحديث الموضوع يشجع المسلمين على ارتكاب كل الآثام والموبقات من قتل وزنا وشرب خمر وهم آمنون من العقاب. كل ما عليهم هو أن يقرأوا سورة الضحى 50 مرة، وهو أمر يسير. أليس كذلك يا صديقي؟ كم أنت داهية يا بشير. شكرا. علينا أن نستر أهدافنا الخفية بغلالة رقيقة من الدعوة إلى تقوى الله وقراءة القرآن، وهكذا تنخدع الناس. لا بأس بما ترى. نبعث بهذا الحديث لأصحابنا في الشرق والغرب يذيعونه بين المسلمين. ما أتمنى الأمر بعد، لقد قطعنا نصف الطريق فقط. علينا أن نجد سند هذا الحديث الذي يصله برسولهم محمد. هذا أمر هين؟ ما هو بهين؟ لو أخطأنا في السند سهل اكتشاف الحديث الزائف. الله أكبر، الله أكبر، الله
تنقل سند هذا الحديث عن سند حديث آخر صحيح. يحتاج الأمر إلى تدبير. لا تتعجل. قم بنا إلى المسجد لنصلي ثم ننظر الأمر بعد ذلك. لا أحب أن أدخل مساجدهم ولا أطيق سماع قرآنهم. لا، لست معك في هذا. علينا أن نكون منهم حتى نكسب ثقتهم. أخاف أن يغضب ماني من صلاتنا معهم فيأخذنا من النور إلى الظلمات. ماني يعرف أننا ما دخلنا مسجدهم إلا لندمر دينهم، ورضينا أن نكون عبيدا أذلاء لهؤلاء العرب الحفاة الرعاة حتى ندمر هذا الدين الذي هو مصدر خطر علينا. هيا بنا إلى الصلاة. على رأيك. هيا بنا. لا تتعب. هيا. لا تبطئ. عن محمد بن عجلان عن مولى لعبد الله بن عامر عن عبد الله بن عامر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيتنا وأنا صبي صغير، فخرجت ألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعالى أعطيك. فقال رسول الله: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرة. فقال رسول الله: أما لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. وهكذا أيها الأخوة نرى أن الكذب يكون في أعظم الأشياء ويكون أيضا يا سالم في أهون الأشياء. يا ليث، ما بك يا سالم؟ أراك تستشهد بالأحاديث النبوية، فلما تنكر على أهل الحديث الأخذ بها؟ ما أنكرت ذلك على أحد. ولكنني سمعتك أمس الأول تقول لحرملة إن الوقوف عند الحديث لا يكفي. كان حرملة يسأل عن مسألة رفض الإجابة عليها لأنه لم يجد حديثا يتناولها، فقلت له: إذا لم تجد الحديث يمكنك أن تستخرج الحكم بالرأي. كأنك تريد أن يفتي برأيه. صرت من أصحاب الرأي الذين يفتون بغير سند من شريعة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما صرت منهم يا سالم ولا أوافقهم على كل ما يفعلون، ولكن ليس لنا أن نستخرج الأحكام دون سند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقيس عليهما. عجيب أمرك يا رجل. ترفض الأخذ بالنصوص وتتمسك بها، توافق أهل الرأي وتخالفهم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ما أجبتني يا ليث. لا تحاور من أجل العلم يا سالم، إنما تنطلق من شيء في نفسك أعرفه وتعرفه. هيا بنا نلبي نداء الصلاة. أنحاز لأهل الرأي ولا أنحاز لأهل الحديث، ولكني أبحث عن وسط بينهما. لو أنك أجبت سالما بما تقول ما حدث بينكم الصدام الذي وقع. سالم لم يكن يسأل ليعرف، ولكنه قصد إحراجي وتسفيه رأيي أمام السامعين. لو ينطلق من شيء في نفسه يضمره لي. ولكنه كما أعرف جارك في بستانك. علاقات الجيرة قد تكون أحيانا سببا للاتفاق، كما قد تكون أيضا سببا للخلاف. ولكن الخلاف بينكما حول مسائل الفقه. سالم ليس من أهل العلم حتى أختلف معه عليه، ثم إن العلماء يا ابن عبد الحكم يتحاورون ولا يختلفون. ألا ترى أنك لا تأخذ برأيي وتناصر أصحاب الحديث ومع ذلك؟ إذا كان سالم يضمر لك شرا كما تقول فإنه أوصيك
بألا تزيد من حدة العداء بينكما. هو الذي بدأ بالعداوة وما زال مستمرا فيها. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم وصدقت. ألست دائما تقول في مجلس العلم كلما نشب خلاف الحلم قبل العلم؟ الحق معك يا ابن عبد الحكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. صدق الله العظيم. الحكمة ألا تكثر من أعدائك. سأحاول معه قدر استطاعتي. مولاي، ماذا وراك يا غلام؟ امرأة بالخارج تريد رطلا من العسل لإطعام ولدها. قد شح العسل هذه الأيام. أعطيها 100 رطل. 100 رطل؟ وهي تطلب رطلا واحدا؟ يا ابن عبد الحكم، لقد طلبت على قدرها، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نعطيها على قدرها. ما شهد بلاد المسلمين رخاء ولا صلاحا كما يشهد عهد مولاي المهدي. فلنحمد الله يا يعقوب ولنؤدي واجب الشكر على نعمائه. المساجد تضيق بالمصلين، والعباد والزهاد تمتلئ بهم الدور في الكوفة والبصرة. ليس كل الناس عابدين زاهدين يا يعقوب، فالمواخير والحانات أيضا تمتلئ بالفساق والعاصين. العاصون أمرهم يتصل بهم، فهم يضلون أنفسهم ويتحملون أوزارهم. ولكنني أخاف هؤلاء الذين يضللون غيرهم وينشرون الإلحاد في الأرض. من تقصد يا أمير المؤمنين؟ أقصد الزنادقة. صاحب الزنادقة يتعقبهم ويقبض عليهم. يقبض على الذين تصله أخبارهم. إنهم يتحركون في الظلام يا يعقوب، ويستخدمون أخفى الأساليب للإفساد والتضليل. مولاي أمير المؤمنين، أبو يوسف ومحمد بن الحسن يستأذنان في الدخول. يدخلان على الفور. أغلب الظن يا مولاي أن أبا يوسف سوف يطلب دارا أوسع للإقامة، وربما يطلب محمد بن الحسن زيادة في النفقة لكثرة أولاده. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اجلس. بارك الله فيك. ماذا فعلتما في فقه أبي حنيفة؟ نجمعه ونرتبه ونزيد عليه ونحذف منه حسب ما يقودون البحث والاستخراج. بارك الله لكما. لقد جئنا يا أمير المؤمنين نستجير بك من الخطر الذي يهدد الإسلام ومما يمكن أن يحدث له. ما الأمر؟ يعلم أمير المؤمنين أننا نراجع مسائل الفقه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة هما أساس الدين كله. كتاب الله لا خلاف ولا اختلاف حوله، فهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور. أما السنة فليس أمرها كذلك. أعرف أن مالكا في الحجاز يجمع الصحيح من السنة في كتابه الموطأ. ذلك حق يا مولاي، ولكن ماذا يفعل كتاب مالك أمام هذا الطوفان من الأحاديث الزائفة؟ أكثر الأحاديث التي نعود إليها نجدها متضاربة مع بعضها البعض ومتناقضة مع ما جاء في كتاب الله. هذا التناقض لا يمكن أن يكون أبدا. يمكن أن يكون يا أمير المؤمنين بوضع أحاديث زائفة ونسبتها كاذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أتحدث قبل دخولكما مع يعقوب عن الزنادقة وما يمكن أن يفعلوه للإضرار بالدين. قد وصل إلى أسماعنا يا أمير المؤمنين أحاديث لا نشك أنها كاذبة، وهي منسوبة كذبا إلى محدثين من التابعين والصحابة. الأحاديث الزائفة سوف يكتشفها الناس ويعزفون عنها،
هي موضوعة بطريقة بارعة لا يسهل اكتشافها لغير المدققين. لقد جئنا يا أمير المؤمنين نحذر وننبه من الخطر الأعظم. ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. يا يعقوب، ائتني بصاحب البريد وصاحب الزنادقة فورا لأبحث معهم ما يمكن أن نفعله في هذا الأمر. ونحن يا أمير المؤمنين نضع أنفسنا في خدمة هذا الجهد المبارك للوصول للحديث الصحيح الذي نصل من خلاله إلى صحيح الدين. كان رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جالسا في الليل مع امرأته صفية، فمر به رجل فقال له عليه الصلاة والسلام: تعال، هذه امرأتي صفية. ثم أضاف: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. كيف يحدث ذلك يا إمام؟ هل يجوز لرجل مسلم إذا رأى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جالسا مع امرأة أن يشك في أن هذه المرأة لا تحل له؟ ما جاءنا أن الرجل تحدث بشيء أو شك في شيء. إجابة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى هذا الشك. قال للرجل: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا حديث نأخذه كما جاءنا ولا نبحث عما وراءه. إنما نبحث في صلب الحديث ذاته. فكيف يجوز لمسلم أن تساوره الشكوك في سلامة من رآه من رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. قلت لك ما أعرف ولا تسألني أكثر من ذلك. عفوا يا شيخنا، هل تأذن لي في أن أجيب على الأخ الكريم؟ أجبه يا شافعي، أجب. رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أمين الله عز وجل في أرضه، ومن يتهمه فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام. ولما إذن حاول الرسول توضيح الأمر وقال للرجل: هذه زوجتي صفية، وأضاف أن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم؟ أليس معنى ذلك اتهام الرجل له؟ أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا: إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن أحد بكم السوء. بارك الله فيك يا شافعي، بارك الله فيك. وفيك يا شيخنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا بأقواله وأفعاله، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. فقد كان صلى الله عليه وسلم يسجد للسهو في الصلاة ليعلمنا ماذا نفعل عندما نسهو، وهذا أسلوب يتسم بالحكمة والرفق. وضعنا 20 حديثا زائفا، متى نذيعها على الناس؟ عندما نستكملها. إنما وضعنا متن الأحاديث فقط ولم نضع سندها. السند سهل، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله. الأمر أعقد من ذلك بكثير. هناك من يراجع الإسناد ويعرف من خلاله الزائف من الصحيح. بوسعنا كما قلت لك أن ننقل السند من الحديث الصحيح ثم نضعه على الحديث الزائف. خذ عني مثلا هذا السند لأي حديث تريد. حدثنا سفيان الثوري عن... لا يصلح هذا السند لأنه بدأ بسفيان الثوري. سفيان الثوري يسمونه أمير الحديث وهو ذو ثقة عندهم. أعرف ذلك، ولكن سفيان الثوري هذا لا يزال حيا يرزق. ماذا لو بلغه هذا الحديث فأنكر أنه تحدث به؟ عندئذ ينكشف الأمر. تقصد أن الراوي لابد وأن يكون ميتا؟ تماما. علينا أن ننسب للأموات لا الأحياء، فالأموات لا ينكرون ما ينسب إليهم. كم أنت داهية يا بشير. أشكرك. الخطأ في حديث واحد يقودهم إلى البحث، وربما وصلوا إلينا.
هم ينشطون هذه الأيام الخليفة المهدي أنشأ ديوانا خاصا بالزنادقة، وصاحب البريد ينافس صاحب الزنادقة في الإيقاع بنا. لا تخف يا ثعلبة، هل كفرت؟ الإله ماني يحرسنا وسوف يضعنا في الظلام حتى لا يرانا أحد. لا أشك في ذلك، ولكني أتعجل الانتهاء من وضع هذه الأحاديث قبل موسم الحج. موسم الحج هو أفضل المناسبات لترويج الأحاديث، فهناك يكثر المسلمون من جميع الأقطار يسمعون الأحاديث ويأخذونها معهم إلى بلادهم. الحج واجب على المرأة كما هو واجب على الرجل متى توافرت شروطه، وشروط الحج 5 هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ويزداد على هذه الشروط بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. عفوا يا شيخنا، جاءنا أن عائشة أم المؤمنين خرجت للحج بغير محرم، فكيف ذلك؟ ربما كانت الروايات غير صحيحة. الروايات عن ثقات لا نشك في أقوالهم. نساء النبي لسن كغيرهن من النساء، يقول تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إلى اتقيتن، وليس من التقوى الخروج على ما أمر به رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فكيف تخرج السيدة عائشة للحج بغير محرم؟ هل تأذن لي يا شيخنا في أن أرد على السائل؟ تفضل يا شافعي، تفضل. لو صحت الرواية أن السيدة عائشة رضي الله عنها خرجت للحج بغير محرم فلا شيء عليها. كيف؟ يقول تعالى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وأزواجه أمهاتهم، فالسيدة عائشة أم المؤمنين بنص كتاب الله، وكل مسلم بمثابة محرم لها. أحسنت يا شافعي، أحسنت التخريج والاستنباط. كيف لك ذلك؟ الحمد لله، ذلك مما علمني ربي. صرت شيخا قادرا على الإفتاء. لا أفتي الناس في هذه السن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. إني لا أعطيك الإذن بالإفتاء، ولسوف أبلغ والي مكة بذلك. لا أفعل حتى لا أظلم نفسي. ليس عندي من العلم ما يكفي لإفتاء الناس.